السلام عليكم متابعينا الأعزاء. وفاة الفنانة السورية وفاء موصلي وابنتها تكشف المستور ولن تصدق سبب الوفاة وسط صدمة محبيها والجمهور والفنانين. لكن قبل البداية لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. على مدار الساعات الماضية ظهرت أخبار عن وفاة الفنانة السورية وفاء موصلي، وهو الأمر الذي سبب صدمة لدى جمهورها ومحبيها في جميع أنحاء الوطن العربي. وهذه ليست المرة الأولى التي تخرج فيها شائعة عن وفاة الفنانة وفاء، فقد خرجت من قبل حينما تعرضت لوعكة صحية دخلت على إثرها المستشفى. وتصدر اسم الممثلة السورية وفاء موصلي حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية بعد انتشار مجموعة أخبار عن وفاتها إثر تعرضها لنوبة قلبية حادة. ونفت نقابة الفنانين السوريين ما جرى تداوله من أنباء عبر منصات السوشيال ميديا حول وفاة الفنانة وفاء موصلي إثر نوبة قلبية حادة، مؤكدة أن الممثلة السورية بألف خير، وأن أي مصدر لهذه الأخبار من خارج النقابة فهو غير حقيقي. وفي اتصال هاتفي مع الفنانة وفاء موصلي أكدت أنها تلقت الكثير من الاتصالات للإطمئنان على صحتها ممن قرأوا تلك الشائعة، مضيفة أنها لا تخاف من هذه الشائعات ولكنها تعتبرها أذى حقيقي لا سيما لابنتها وإخوتها المسافرين، إذ من الممكن أن تشكل لهم صدمة. وقالت: عشت حالة قلق على ابنتي لأنها كانت في ساعات عملها ولم أستطع التواصل معها. ووجهت الفنانة كلمتها لمروجي هذه الشائعات: التهوا بحالكم وحياتكم ومعيشتكم ولا تجعلوا مصدر أموالكم حرام عن طريق جمع المشاهدات لهذه الأخبار الكاذبة. واعتبرت الفنانة السورية وفاء موصلي إن مثل هؤلاء الأشخاص لا يملكون الإحساس والتأثر بالغير، خاصة أن ما يحصل على أرض الواقع كبير جدا، وعوضا عن تأثرهم بذلك لا يلحقون بالتفاهات. وفاء موصلي من مواليد 1 نوفمبر سنة 1959 هي ممثلة سورية تبلغ من العمر 65 سنة. تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، وكانت بدايتها الفنية بعام 1980، وسرعان ما نالت الأدوار البارزة خاصة في أعمال البيئة الشامية. في عام 2001 عينت كمدير لقسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، وذلك لفترة وهي عضوة في نقابة الفنانين السوريين منذ عام 1981. تزوجت الفنانة وفاء موصلي خلال فترة من حياتها من الممثل السوري جمال سليمان، واستمر زواجهما 7 سنوات وتم الانفصال. لم تندم الفنانة السورية وفاء موصلي على الزواج من الفنان جمال سليمان، بل قالت أن اختيارهما لم يكن ناضجا بعد أن تزوجا وهما صغار بالسن. ومن ثم تزوجت الفنانة السورية من طبيب نسائي يدعى سامر، ولديها ابنة وحيدة هي نايا. ومن أشهر أدوارها هو دور فريال في مسلسل باب الحارة. الديانة هي الإسلام، الزوج الحالي هو سامر، الأولاد نايا سامر. شاركت الفنانة وفاء موصلي في العديد من الأعمال الفنية، ولعل من أبرزها ما يلي: أبو كامل، وأيام شامية، وحارة نسيها الزمان، وحي المزار، وأبو البنات، وحد السيف، والذئب، والحصاد المر، والحريق، ودكان الدنيا، والطبيبة، وعيون حائرة، والوجه الآخر، والنصي والطهر، وباب الحارة، وبيت جدي، وطاحونة، ويوميات أبو عنتر. وبعض الشائعات الكثيرة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والتي روجت أنها خضعت لعملية تكميم معدة، كشفت الممثلة السورية وفاء موصلي السبب الرئيسي وراء فقدانها الكثير من وزنها قائلة: قلبي خذلني. وأكدت الممثلة السورية التي اشتهرت بالكثير من الأعمال الدرامية خاصة مسلسل باب الحارة أن فقدان وزنها الكبير كان نتيجة لإجرائها عملية قلب مفتوح منذ فترة قصيرة، وليس كما ادعى البعض أنها أجرت عملية لإنقاص وزنها. وأضافت الفنانة وفاء موصلي: شكرا لاهتمامكم، وشو ما كان بس المشاعر الحلوة بتجيني، هذا الدليل. كما قامت الممثلة السورية بالكشف عن جزء من صدرها لتظهر للناس آثار عملية القلب المفتوح، والذي كان واضحا من خلال الجرح.
أنها أجرت عملية قبل فترة. كما أكدت الفنانة وفاء موصللي أنها لم تخبر أحد عن العملية، وقالت: أخذت على عاتقي ألا أخبر أحدا، وتحديدا ابنتي نايا التي تعمل في مكتب هندسي في دبي، أولا من أجل حالتها النفسية، وثانيا حتى لا يتأثر عملها، وأنها بعد إجراء العملية ترجت الناس حتى لا ينشروا أي صورة لها احتراما لابنتها، لأنها لا تريد أن تراها بشكل غير معتاد عليه. أما عن سبب إجراء عملية القلب المفتوح، فقالت الفنانة وفاء موصللي: كنت أعاني منذ عدة سنوات من مشاكل في القلب، وجميع العلاجات كانت مثل مكياج مؤقت، ولكن أحد الأطباء سألني سؤالا أهلني، وهو: هل أصبت بالروماتيزم عندما كنت صغيرة سواء بالقدم أو القلب؟ وأجبته بأنني أزلت اللوزتين عندما كنت صغيرة، ومن ثم وصل الروماتيزم إلى الركبتين والقلب. وتابعت أن الطبيب أكد لها أن الروماتيزم في القلب هو السبب في مرضها، لأنه ينكس مجددا بعد سن 40، ولهذا السبب وصلت إلى مرحلة إجراء عمل جراحي في صمام القلب، مضيفة أن قلبها خذلها. وتعتبر الفنانة وفاء موصللي واحدة من أبرز الفنانين السوريين، وقد حققت شهرة واسعة في الوطن العربي بفضل مشاركتها في العديد من الأعمال الدرامية. وكشفت الفنانة السورية عن وصيتها الأخيرة، حيث قالت أنها جهزت قبرها لأن في النهاية كلنا سنموت. وقالت موصللي: أحيانا أكتب النعي الخاص بي، وكتبت وصيتي الأخيرة ووضعتها في نقابة الممثلين لأن لدينا مبلغا محددا، وكتبت لمن سأعطي أن تكون جنازتي بسيطة، لأن الجمهور الآن يركز على ملابس الفنانات ومن ذهب للجنازة ومن لم يذهب. كذلك لا أريد حضور الإعلام، بل أريده يوما روحانيا. يذكر أن وفاء موصللي من مواليد عام 1959، وقالت: لا مكان للراحة في حياتي، وأن الجمهور يأخذ صورة مغلوطة عن الفنانين. وأكدت أن معظم الناس لا يعرفون أننا أشخاص كادحون في الحياة، ولا نجد وقتا لقضاء فترة راحة أو القيام بالسفر في الأجازات. وقالت موصللي أنها مشغولة دائما ولديها التزامات ومناسبات اجتماعية تتعلق بدعم جمعيات كبار السن وأصحاب الهمم والأيتام، إضافة لانشغالها بالأهل والعائلة وتعويضهم عن غيابها في فترة الالتزام بالأعمال الفنية. وقد كشفت الفنانة السورية أنها لن تعود للمشاركة في مسلسل باب الحارة، مبينة أنها لا تشارك في عدة أعمال درامية لأنها تفضل المكوث في المنزل، لأنها تعتبر أنه انتهى برحيل المخرج بسام الملة. وأوضحت وفاء أنها لا تفضل الأجر المادي على الشخصية، خاصة إذا كان الدور جيدا، لكنها بالحالة الطبيعية تحاول أن تحظى بالأجر الذي يستحق جهدها وتعبها ويوفر لها حياة سعيدة، قائلة أن الدراما السورية بدأت برحلة التعافي بعد تأثر كبير بسبب الأزمة السورية، وأنها بسبب الأوضاع الحالية باتت تفضل المسلسلات الكوميدية لحاجة المشاهدين إلى الابتسامة. أثارت النجمة السورية ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعية عن ديانتها بعد أن ظهرت بصورة بجانب ابنتها نايا الأندلس، وحيث أن الفنانة وفاء موصللي نشأت في عائلة إسلامية وتعتنق الديانة الإسلامية، وأن الأخبار التي انتشرت بأنها تعتنق الديانة المسيحية غير صحيحة، وأنها تعتنق الديانة الإسلامية. وقدمت عدد كبير من الأعمال في السينما والأفلام والمسرحيات خلال مشوارها الفني، وما زالت تعمل في مهنة التمثيل حتى الآن. جنسيتها الأصلية هي السورية، ومتزوجة من طبيب يدعى سامر. انتهى الفيديو، لكن قبل المغادرة لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد.